بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل مسيرتنا مع أسماء الله الحسنى، ونقف اليوم مع اسمين عظيمين من أسمائه تبارك وتعالى، وهما اسم الله الشهيد والرقيب. واسم الله تبارك وتعالى الشهيد تكرر ذكره في القرآن في مواضع عديدة، ومنه قوله تعالى: والله على كل شيء شهيد، وقوله سبحانه: وكفى بالله شهيدا، وقال جل وعلا: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. واسم الله تعالى الرقيب ورد في 3 مواطن من القرآن. ورد مقرونا في أحد هذه المواطن مع اسم الله الشهيد، وذلك قوله تعالى: إن الله كان عليكم، يعني الذي ورد مع اسم الله الشهيد قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وورد اسم الله عز وجل الرقيب منفردا في موطنين، في قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله سبحانه: وكان الله على كل شيء رقيبا. إذن هذان الاسمان ثابتان لله تبارك وتعالى، وهي من أسمائه الحسنى. واسم الله الشهيد معناه المطلع على كل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر سبحانه وتعالى جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء. ومن معاني اسم الله الشهيد أنه سبحانه الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. إذن اسم الله الشهيد فيه 2 ديال المعاني. المعنى الأول هو بمعنى أنه المطلع على كل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء، لا يغيب عن علمه شيء، فهو شهيد سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني أنه يشهد لعباده بما عملوا من الصالحات، ويشهد عليهم بما عملوا من الطالحات، وكفى بالله شهيدا. وأما اسم الله الرقيب فمعناه المطلع على ما أكنته الصدور، يعني الأشياء المكنونة المخفية في الصدور، فالله تبارك وتعالى مطلع عليها، وهو القائم على كل نفس بما كسبت. ومن معنى رقابته سبحانه أنه الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير،
بمعنى من رقابة الله عز وجل انتظام الكون، لأنه هو الذي يقوم عليه سبحانه ويدبره، وهذا من رقابته سبحانه وتعالى لما خلق. ويدخل كذلك في معنى هذا الاسم أنه سبحانه وتعالى الذي يبصر المبصرات ولا يغيب عليه ولا يغيب عنه شيء من المرئيات، وكذلك رقيب للمسموعات فلا يغيب عنه شيء من الأصوات، وسع بصره وسمعه كل شيء سبحانه، فهو رقيب على جميع المخلوقات بعلمه المحيط بكل شيء. إذن هذين الاسمين، اسم الله الشهيد والرقيب، بينهما نوع من الترادف، ولهذا قال بعض أهل العلم الرقيب والشهيد مترادفان، وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية، وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ، ومن باب أولى أنه رقيب على الأفعال الظاهرة بالأركان، يعني رقيب على القلوب وهي الأمور الخفية من النيات والمقاصد، ورقيب كذلك على ما يظهر من عمل العبد وما يكسبه بجوارحه، وهو الذي عناه بقوله ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان. قال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، وقال سبحانه والله على كل شيء شهيد. ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب، المراقبة أي مراقبة العبد لربه، وأن يستحضر العبد أن الله رقيب عليه، وأن الله لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده. هذا يسميه العلماء بالمراقبة. إذن قال ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد. فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها واستحضر هذا العلم في كل أحواله، أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله، وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله، وتعبد بمقام الإحسان، فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. إذن هذا الكلام الذي ذكره العلماء فيه بيان معنى اسمي الله تبارك وتعالى الشهيد والرقيب، وأن مدار هذين الاسمين على بيان أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، وأن العبد إذا عمل عملا سواء كان ظاهرا من أعمال الجوارح أو باطنا من أعمال القلوب فإن الله مطلع على ذلك عالم به سبحانه. والعبد حينما يقف مع هذا المعنى ويحرك به قلبه فإن ذلك من أعظم أسباب صلاحه واستقامة أمره، لأن المشكل نتاع الناس هي الغفلة، كما قال الله تبارك وتعالى
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لماذا لم يستعملوا أبصارهم وسمعهم وقلوبهم فيما ينفعهم؟ لأنهم غافلون. حينما يغفل العبد عن الله فهو بمثابة الميت. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي مثل الحي والميت كمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. العبد حينما يذكر الله يحيا الحياة الحقيقية، الحياة التي ينتفع فيها بنعم الله عليه. أما الغافل فهو يعيش عيشة البهائم. هذا الشيء علاش قال الله تعالى: أولئك هم الغافلون أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، أحط مرتبة من الأنعام. لماذا؟ لأنهم لم ينتفعوا بما أعطاهم الله من المواهب. الله تبارك وتعالى ميز الإنسان، وكما قال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني هذا التمييز الذي ميز الله به الإنسان. متى ينتفع به العبد؟ حينما يكون ذاكرا لله، يذكر الله تعالى تكون منتفع بهذه النعم. حينما يقع في الغفلة فهو يحرم من هذه النعم ومن حسن استغلالها، فهذا من أسباب شقاء الإنسان. ولهذا كلما كان العبد أكثر ذكرا لله عز وجل، وهنا فاش نقولوا أكثر ذكرا أي بالقلب واللسان ماشي باللسان فقط، كلما كان ذاكرا لله بقلبه مستحضرا لعظمة الله سبحانه، عالما أن الله تبارك وتعالى متصف بما ذكرنا من هذه الصفات العظيمة، فإن ذلك مما يحيي في النفس الإقبال على الله عز وجل والاجتهاد في تحصيل المنافع ودفع المضار، فيكون العبد سعيدا بهذا العلم العظيم الذي هو ثمرة العلم بالله تبارك وتعالى. إذا لذلك قال رحمه الله: أوجب له ذلك، يعني هذا العلم، حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله، لأن الإنسان مسؤول عن نفسه. سوف يسألك الله تبارك وتعالى يوم القيامة: ماذا عملت فيما مكنك الله تبارك وتعالى؟ ولهذا الإنسان فاش يغفل على المعنى أنه قيم على نفسه يهلك. الإنسان قيم على نفسه ومسؤول عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأول ما يسأل العبد عنه يسأل عن نفسه. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. هنا في التفسير قالوا أي جعلكم تملكون أنفسكم وحرركم من الرق الذي كنتم فيه مع فرعون، فكل إنسان حر فهو ملك لنفسه ومسؤول عن ملكه. أي سولك الله يوم القيامة: اش درتي في راسك؟ ماذا أعطيت لنفسك ومما منعتها وكيف كانت سياستك لها؟ وهذا يعني إذا تصورتي واحد الملك اللي تيحكم مملكة والأشياء التي يمكن أن يسأل عنها، فإن سؤال العبد عن نفسه قريب من ذلك.
يسولك الله على نفسك، أنت كنت هو الملك اللي تتحكم في هذه النفس وكنت مطاعا عندها، فماذا عملت في هذه النفس وكيف ربيتها؟ وهل أحسنت إليها أم أسأت؟ وهل أخذت بها إلى سبيل النجاة أم سلك العبد بها سبل الهلاك والشقاء؟ هذا أمر مهم. شنو اللي تيفيق هذا المعنى في النفس؟ هو أنك تستحضر أن الله رقيب عليك، معنى أن ذلك القرارات اللي تتخذ والأشياء اللي يعني الطرق التي تسلك والشهوات التي تتمتع بها وكل ما تأتيه وما تتركه في هذه الدنيا، أنك مراقب ومسؤول عنه بين يدي الله. فتتفيق، الإنسان تيفيق وتولي رقيب على نفسه، حاضر راسه. تبغي النفس تطلب واحد الأمر يعرضه على الشرع، واش الله تيبغي هذا الشيء؟ لا ما تيبغيش، لا ما يمكنش. ولذلك هنا النفس تخادع صاحبها. باش يكون الإنسان يعني بغى يتقي الله وبغى كذا وتيبغي يمنع النفس من واحد الشيء، النفس تبدا تخادع صاحبها، فخصو يكون فطن ويحسن سياسة نفسه. لأنه مثلا الإنسان تيقول لا هذا الأمر حرام وما يمكنش نديرو، تتقول له نفسه كل شيء تيديرو، على جات حتى لأن حنا وقفات تيقول له يا الله يسامح قضي، أو لا تيقول النفس ديالو هذا الأمر هذا ما يمكنناش نديروه، تتقول له علاش ما يمكنناش نديروه؟ شنو المشكل؟ يقول لأن الله غيعاقبنا. على أنت ما تتعرفش بأن الله غفور رحيم، الله كريم، حسن الظن بالله تعالى. شنو النفس ديال اش تقول للنفس؟ شنو هو حسن الظن بالله؟ دير المعصيه وما غيوقع لك والو، هذا ماشي حسن الظن بالله، هذه الدساره، وهذا سوء التعامل مع الله تبارك وتعالى. ولذلك الانسان خصو يحظي مع نفسه فاش يمنعها من واحد الشيء او يحملها على فعل شيء ينفعها، ماشي اي كلام قالته له يقبلوا منا، اي كلام قالته هذه النفس نتبعوها احنا، لا. اذا قالت شي كلام اللي هو يؤيده الشرع مرحبا، ولكن تكذب عليك وتخادعك وكذا، فينبغي على العبد ان يكون فطنا. شو دابا الا جا شي واحد يبيع ويشري معك ما تتعرفوش، تتحضر راسك كي تيتكلم واش تيقول وشنو بغى يقصد، واش ياك ما باغي الديلي ديالي. راك خص يتعامل الانسان مع نفسه، فاش يشوف النفس ديالو تتبغي واحد الحاجه اللي هي تضرها خصو يوقفها. علاش؟ اش المنفعه عندنا في هذا الشيء؟ غتقول لك، حسبتك غتسكت، لان النفس غتكلم، غتقول لك اش كاين واش كاين. فداك الكلام اللي نفسك غتقول لك يا اما انه حق وينبغي مراعاته وموافق للشرع مزيان، واما انه من باب التزيين والوهم والباطل والتعلق بخيوط العنكبوت، فينبغي على العبد آنئذ أن يحذر. ومما يعينه على ذلك هذا المعنى، أن الله مطلع عليك، وأن الله يراقبك ويرى كيف تتعامل مع شرعه، وكيف تنزل ذلك على نفسك وفي واقعك، ولا يضيع عند الله تبارك وتعالى شيء، كما سوف يأتي معنا زيادة تفصيل لهذا المعنى. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. يأمر الله عباده سبحانه وتعالى أن يراقبوا أنفسهم وينبههم على أنه يعلم ما في نفوسهم. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. إذن واحد الإنسان اللي تيخادع الله تعالى، واش ممكن الإنسان يخادع الله؟ كاين اللي تيجيب له باله ممكن، وقد قال الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كاين بعض الناس اللي تيجيب له باله بأنه ممكن يخدع الله اللي خلقه،
وهذا من جهله بالله. يعني الإنسان تيجي تقول باش أنا ندير هذه المعصية وتكون دايزة وكذا وغندير معاها الطاعة، شي دابا أنا راه تندير الخير وكذا ماشي مشكل لا درت هادي. شنو هو هذا؟ تيخادع شكون؟ تيخادع الله تبارك وتعالى. شكا كتنتعاملوا مع اللي خلقنا. لا أنا في الحقيقة باغي نطلب العلم، وما باغي لا علم لا والو، وما فيه ما يخدم ما والو، تيقلب على شي حاجة فين يهز واحد البلاكا ويبقى يكذب على الناس بها، نسأل الله السلامة والعافية. أنا كذا، هذا يخادع. شكون تيخادع؟ تيخادع الله تبارك وتعالى. ولكن في الحقيقة هو لا يخدع إلا نفسه، ولا يخادع إلا نفسه كما قال الله تبارك وتعالى. وذلك الله تنبت يقول يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يعني ما ينبغي أن تنطوي نفس العبد على شيء يبغضه الله. يعني الإنسان عنده نية خيبة، إلا عندك نية خيبة ما يكملش عليك الله تعالى، لأنه الله مطلع على نيتك. وإلا الإنسان نوى نية خيبة وحصل له داك الشيء اللي هو باغي، يعرف بأن هذا راه استدراج، الله يستدرجه. وأملي لهم إن كيدي متين، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولذلك العبد إذا علم أن الله يعلم ما في نفسه ينبغي أن يحذر من مخالفة أمر الله. هذا معنى قوله فاحذروه، أي احذروا غضبه وسخطه وعذابه، وذلك بأن تتجنبوا الوقوع في معصيته وأن تخالفوا أمره سبحانه. وهذا الخطاب يعني مخيف مفزع. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يعني يقع على النفس بالثقل ديالو. ولهذا خفف الله عز وجل ذلك على أهل الإيمان، فقال في خاتمة الآية واعلموا أن الله غفور حليم. غفور، فمن تاب تاب الله عليه، ومن رجع إلى الله قبله سبحانه، ومن استغفر الله ستره سبحانه وتجاوز عنه ولم يؤاخذه. وهو حليم لا يعاجل بالعقوبة. اعلموا أن الله غفور حليم. علاش جات حليم هنا؟ أنه الإنسان ممكن تنطوي النفس ديالو على ما لا يحبه الله وما وقع له والو. علاش ما وقع لك والو؟ لأن الله حليم، ماشي حيت ما قادش عليك، ماشي حيت داكشي اللي في نفسك راه زوين، لا، راه الله يحلم عليك ويستأني بك سبحانه وتعالى لكي ترجع ولكي تصلح. ولذلك العبد إذا تاب وأصلح فإن الله تبارك وتعالى يتجاوز عنه. والشاهد من الآية هو أن الله تعالى قال اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، واتبع على ذلك قوله فاحذروه. وقال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الله معنا أينما نكون بعلمه سبحانه، فهو لا يخفى عليه شيء من أحوالنا. وهذا يوجب على العبد مراقبة ربه سبحانه. وقد قال الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. واش هذا اللي تيدير المعاصي ما فخبروش بأن الله تيشوفه؟ يقول أهلكت مالا لبدا ألم يعلم بأن الله يرى، بمعنى أنه تيفتخر بأنه كان ينفق الأموال ديالو في المعصية وفي الشهوات وفي الأهواء. واش هذا بعقله ولا مسطي ولا؟ ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كما قال الله تبارك وتعالى في الآية بعدها. وقال سبحانه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وهنا معنى آخر، لأن كما أن العبد يستحضر
أن الله يراه وأنه يعلم حاله حتى لا يقع في المعصية، فكذلك ينبغي أن يستحضر أن الله يراه حينما يكون على الطاعة وحينما يكون على ما يحبه الله، فإن ذلك مما يعينه على الصبر. وذلك قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أتنشوفوك تطيعنا وتدير العمل الصالح وتصبر على سفه السفهاء ولا ترد عليهم، فإني أرى ذلك كله. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا في رعايتنا وحفظنا وكلاءتنا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين هو أن الإنسان يسترق النظر وقد لا يشعر به من حوله من الناس، وقد يوهمك بأنه ينظر إلى شيء وهو ينظر إلى شيء آخر وأنت لا تشعر، ولكن الله يعلم خائنة الأعين. يعني تيدير راسو وراه بغا يشوف شي حاجة وراه شاف حاجة واحدة أخرى. تكون مثلا الإنسان شي أمر محرم ما باغاكش تشوف كأنك شفتيه، تيدير راسو وراه تيشوف حاجة واحدة أخرى وتيشوف هذاك المحرم، والله يعلم خائنة الأعين. أو لا أنه الإنسان تيكون في البيت وصاحب البيت معه وتيبغي يوهمو بأنه ما تيشوفش وكذا، صاحب البيت تيغفل فإذا به يطلق بصره فيما يعني لا ينبغي، فالله يراه يعلم خائنة الأعين، بل ما هو أعظم من خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا يدل كما مر معنا في اسم الله العليم على كمال علم الله تبارك وتعالى. إذا الآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي تذكر العبد بشمول علم الله وأنه سبحانه وتعالى رقيب على عباده، شهيد حاضر لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. ولذلك ورد في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بمعنى أن العبد حينما يراقب الله جل وعلا يحسن العمل. الناس دابا جبريل عليه السلام شنو قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أخبرني عن الإحسان. والإحسان في اللغة شنو هو؟ والإتقان. أحسن العمل يعني أتقنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فجاوبوا اش قال له؟ قال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأجابه بما يحصل به الإحسان. بغيتي تكون محسن، اش خصك دير؟ أن تستحضر مراقبة الله لك، لأنك إذا استحضرت ذلك أحسنت العمل ووقفت عند حدود الله. هذا هو حال المؤمن، لأن لاحظت الإحسان هو أعلى درجات الدين، جاء من قبل منه الإسلام الإيمان جاء الإحسان. ولذلك إنما يخاطب به المؤمنون. واحد تيآمن بالله وبعظمة الله عز وجل، وتيآمن بأن الله لا يخفى عليه شيء، كل هو تيآمن به، ولكن هو غير محسن في عمله. يعني الدرجة نتاع الإيمان اللي هي يعني قبل من الإحسان كاينة، ولكن الإحسان ما كاينش. لماذا؟ لأنه لا يستحضر هذه المعاني في حال عبادته وما يأتي وما يذار. يعني الإيمان ديالو ضعيف، هو مؤمن ولكن راه غافل ملهي، ما تيذكرش الله بزاف، وإذا ذكر الله كان ذكره قليل. ولذلك الإيمان باش تيقوى بالطاعة، باش تيزداد بالطاعة، والطاعة إما أن تكون علما أو عملا. الإنسان دابا تيقرأ القرآن تيتعلم المعاني اللي فيه، هذا يزداد به الإيمان.
الإنسان يصلي، يصوم، يتصدق، هذا مما يزيد الإيمان، لأنه الإنسان فاش تيدير الطاعة وتيكون صادق في معاملته لله، فهذيك الطاعة تذكره بالله عز وجل. علاش هو تصدق؟ يرجو رحمة الله، وهذا ذكر. علاش هو تيصلي؟ لأنه يذكر الله ويتقرب إلى الله ويطيع الله. علاش تيصوم؟ علاش؟ فكل طاعة يديرها العبد هي ذكر لله تبارك وتعالى. وهذا معنى واسع للذكر، لأن الذكر ما تيكونش باللسان أو بالقلب فقط، تيكون حتى بالجوارح. ولذلك الأعمال الصالحة كلها ذكر لله جل وعلا. فالقصد هو أنه المؤمن فاش تيكثر العمل الصالح ديالو، يعني يكثر ذكره لربه ويؤثر ذلك في قلبه. فإذا أراد أن يترقى فينبغي أن يحسن عمله فيصل إلى درجة الإحسان. والذي يبلغ هذه الدرجة هو استحضار هذه الأسماء، أن الله رقيب وأنه شهيد. فإذا استحضر العبد هذه الأسماء ولم تغب عنه، فإن ذلك من أعظم ما يعينه على أن يبلغ درجة المقربين السابقين المحسنين في عبادة ربهم سبحانه وتعالى. إذن المراقبة هي منزلة علية من منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى، وحقيقتها هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامة العبد لهذا العلم واليقين في ذلك، هذه هي المراقبة، وهي مراقبة الله عز وجل كما قلنا عند كل حركات العبد وسكناته ليوقعها على أحسن الأحوال وأكملها. بحال الإنسان اللي تيكون في شي عمل ويعلم أن رب العمل يراقبه، داير له واحد الكاميرا ومراقبه، فتتلقاه مقاد وتخدم مزيان. ولكن إذا علم أنه ليس عليه رقيب ولا شهيد فإنه يضعف وتغلبه نفسه ويفعل ما يخالف أمر سيده. وهذا من الأمور العجيبة في الإنسان، أنه الإنسان يمكن الشيء يكون راه كاين، ولكن الإنسان حيث هو غافل عليه يولي يتعامل كأنه غير موجود. بل الإنسان في الحياة اليومية يعني إلى غفل على شي حاجة أو نساها تيبدا يتعامل على أنها ما كايناش، ولا لا؟ مفهوم هذا المعنى ولا لا؟ يوميا تيوقع لنا هذا الشيء هذا. يمكن كاع الإنسان نسى السوارت ما داهمش معه، ولكن هو مع بالو راه هزهم، أما غيفكرش يقلب عليهم لأنه هو مع بالو راه هزهم، حتى غيضرب يدو لجيبو ويتفكر ما زيدش السوارت. إذا كونه أنه هو ما تذكرش تيجعل عنده واحد يعني واحد الشيء اللي هو كاين تيجيب له بالو ما كاينش، واحد الأمر اللي هو ما كاينش تيجيب له بالو راه كاين. بسبب ماذا؟ بسبب الغفلة. وهذا الذي يجعل العبد حينما يغفل عن الله عز وجل تينسى الآخرة وتينسى الجنة وتينسى النار وتينسى الطاعة وتولي غادي مع الشهوات ديالو. فإذا ذكر الله انتبه استيقظ. فهادشي علاش كلما العبد استحضر بأن الله رقيب عليه وشهيد عليه كلما كان ذلك عونا له على الطاعة. أكيد قلنا الكلام مع المؤمن، هذا هو مؤمن في الأصل ولكن تصيبه الغفلة. أما اللي هو ماشي مؤمن نقول له ذكر الله، اش يذكر؟ قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال آمنوا هي الأولى، أما لما كانش الإيمان أما كاين والو. إذن هذا الخطاب إنما يوجه للمؤمن
فيقال له: أيها المؤمن، راقب ربك واستحضر أن الله يراك ويسمع كلامك ويعلم ظاهرك وباطنك، وعش بهذه الأسماء: بسم الله الرقيب والشهيد والعليم والسميع والبصير. قد مرت معنا هذه الأسماء، فإن ذلك يعينك على الثبات على الحق والصبر على الطاعة وترك المعصية، ويعينك على حسن تدبير نفسك. كما قلنا، أنت مسؤول على نفسك، اللي غيعاونك على نفسك هو هذا العلم، وذكرك لله جل وعلا ومراقبتك له سبحانه. وقد قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. يعني ما يخفى عليه يغيب، الحاجة اللي تتبان لك انت خافية تحسبتك غابت على الله، لا حاجة ما تتغيب على الله عز وجل. فالغيب عند الله شهادة، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن هذه المراقبة شنو تتحتاج منا؟ تتحتاج منا حضور القلب، أن الإنسان يكون القلب دياله حاضر منتبه فايق، وأن يتجنب أسباب الغفلة، وأن يداوم الذكر لله تبارك وتعالى. إذن هذه ثلاثة نتاع الحوايج. الأمر الأول أن يحضر العبد قلبه، لأنه بعض الناس راه تيهملوا القلوب ديالهم حتى تقسو تلك القلوب، تيبدا يقلب على قلبه ما تيلقاهش، يعني بغى غير يتذوق هو هاد المعاني، بغى ما كاينش القلب فين هو، لأنه هو ما تعلمش أن يحضر قلبه. ما معنى إحضار القلب؟ أي أن يستشعر العبد الأمور التي أخبر الله بها من الغيب. هذا هو حضور القلب. لأن القلب شنو الميزة ديالو؟ هو أنه يعني هذيك الأشياء الغيبية تيشعر بها. فاش مثلا تيستحضر القلب الجنة، هو يعلم أنها كائنة، والله أخبرنا بها، وأرسل بذلك رسله وأنزل كتبه. فالقلب عنده ذيك القدرة أنه يستشعر عظمة الجنة وما فيها من النعيم، وهذا يجعل النفس تتعلق بهذه الجنة. عاود يعني يستحضر النار وعذابها وسمومها، فهذا يجعل النفس يعني تمسك عن المعصية. والقلب إذا امتلأ بحب الله عز وجل وحب دينه وحب شريعته وبغض ما خالف ذلك، فإن هذا القلب يكون قلبا حيا يأخذ بصاحبه إلى سبل النجاة. ولكن إذا كان العكس، القلب ما أشرب من هواه منكوس والعياذ بالله، فهذا قلب ميت أو قريب من الموت. ولهذا لا بد من إحضار القلب. الإنسان يحضر قلبه، ما يخليش الشهوات والأهواء وغادي تتكور فين ما وصل، لا، أحضر قلبك اللي هو مكان الفقه والإيمان والحب والبغض. ثم قلنا واجتناب الغفلة، يعني الإنسان يجتنب أسباب الغفلة، الحوايج اللي غتجعلك غافل بعد منها. وأن يشتغل العبد بغيره، هذه من أسباب الغفلة، يخلي راسو يشتغل بالناس، اش قالوا شنو داروا وسوقك انت واش دخلك فيهم. إلا كان شي حاجة اللي فيها النفع حتى لا سولتي عليها. أما يعني تريد أن تعرف أحوال الناس لا لشيء إلا من أجل الفضول، هذا من أسباب الغفلة، لأنه يجعلك غافلا عن نفسك وعما ينفعك. وقس على ذلك، يعني أبواب الغفلة كثيرة، وأساسها التعلق بالدنيا. إذا القلب تعلق بالدنيا فإن هذا من أسباب الغفلة.
لأن هذا يجعل العبد غافلا عن الآخرة وأسباب تحصيلها. ودوام الذكر، لأن الذكر كما قلنا به حياة القلوب، والإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره. ولذلك من علامات حب الله تبارك وتعالى أن يكون العبد دائم الذكر، يذكر الله بلسانه، يسبحه ويحمده ويكبره ويهلله ويتلو كلامه ويثني عليه ويعرف الناس به. هذا كله داخل في ذكر اللسان الذي يجعل العبد مراقبا لله تبارك وتعالى. ومنه حضور مجالس الذكر ومجالس العلم. ولهذا سبحان الله العظيم الإنسان في مجلس العلم تنجلي عليه الغفلة، تبقى واحد الحوايج اللي ما شحال هادي ما فكر فيهم، مجلس الذكر تيجيو تيستحضرهم، تسمع الجنة ويسمع النار ويسمع أسماء الله تبارك وتعالى وأحكامه، ويسمع ما ينفع ويحذر مما يضر. فهذه كلها ذكر يحيا به القلب. هذه المراقبة إذا كانت على الوجه الذي ذكرناه فإنها تثمر للعبد فرحا وسرورا عظيما في قلبه، وانشراحا في صدره، وتقر عينه بالقرب من ربه سبحانه وتعالى. وهذا نعيم معجل يناله العبد في الدنيا قبل الآخرة. لتراقب الله تعالى عنده واحد النعيم في الدنيا قبل من الآخرة. وهذا باش تنفهموا بأنه راه مراقبة الله عز وجل مطلب عظيم خص الإنسان يحرص عليه ويمرن نفسه عليه. لأن الإنسان فاش يبغي يعني يكون في هذا الخلق يمكن يلقى إشكالات، وأنه تيحس براسو عنده شهوات وعنده أهواء، ما تيقدش يتعايش مع المراقبة، صعيبة عليه، تيخليها ويزيد. لا، هذه هي البداية. الإنسان إذا جاهد نفسه هداه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإلى الله هداك ووفقك ووليتي تراقبه يعني على الوجه الذي يرضيه، غادي تولي تأنس بالله، تحس ديما الله قريب منك، الله معك، الله عز وجل يسمع كلامك، الله عز وجل يرى عملك. فهذا من أعظم أسباب انشراح الصدر وطمأنينة النفس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر رضي الله عنه في الغار، قال لا تحزن إن الله معنا، الله معنا. هكذا العبد الذي يديم المراقبات يكون ديما عنده ذاك الشعور أن الله قريب منه، أن الله تبارك وتعالى معه في المكان، أن الله تبارك وتعالى يسمع كلامه، أن الله يرى عمله. فالمؤمن لا بد له من أن يعمل أعمالا صالحة، لا بد أن يترك يعني معاصي. ففاش الإنسان تيترك المعصية وهو يراقب الله، تيدير الطاعة وهو يراقب الله، تيفرح، أنا درت هذا الخير والله تيشوفني، وتركت هذا الشر والله يعلم بي ومطلع على نيتي. فهذا من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة النفس وفرح القلب. وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة. يعني أن القلب يفرح بالله ويعني تقر عينه بالله، هذا نعيم لا يشبهه نعيم. يعني تعطي الإنسان اللي أعطيته، تعطيه الدنيا كلها وتعطيه يعني الذوق من أن تقر عينه بالله، والذوق من أن يفرح قلبه بالله. يقول لك هادشي كله ما عنده حتى شي قيمة أمام هذه النعمة. قال رحمه الله: وليس له نظير يقاس به. ما كاينش شي حاجة نقيسوا عليه نقولوا راه شتي هذا النعيم هذا بحال هذه، ما كاينش.
ليس له نظير يقاس به. هذاك الشيء علاش اللي تيشعر بهذا المعنى تيبدا يبكي. نعم. إذا قال رحمه الله وليس له نظير يقاس به، يعني هذا الفرح والسرور بالله عز وجل وانشراح الصدر بالأنس به سبحانه ليس له نظير يقاس به. ثم قال وهو حال من أحوال أهل الجنة، وهو حال من أحوال أهل الجنة. حتى قال بعض العارفين إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يعني المؤمن تمر به أوقات يذوق فيها هذه الحلاوة، فيقول أنه حينما يجد ذلك يقول مع نفسه إن كان أهل الجنة في مثل هذا، لكانوا أهل الجنة يعيشوا بحال هذا الشيء اللي تندوق أنا دابا، إنهم لفي عيش طيب. وهذا أمر عجيب سبحان الله العظيم، لأن المؤمن ما يمكنش يبقى على هذا الحال دائما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة لما يعني وجده أبو بكر رضي الله عنه يبكي، قال ما بالك؟ فقال نكون عند رسول الله ويحدثنا عن الجنة والنار كأننا نراها رأي العين، فنخشع يعني وتنوجد واحد المعاني في قلوبنا. قال فإذا خرجنا من عنده عافسنا النساء والضيعات والأسواق فنسينا، فعد ذلك نفاقا. قال نافق حنظلة. فقال له أبو بكر رضي الله عنه هادشي اللي تتقول أنا تيوقع لي، هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشاو عند النبي صلى الله عليه وسلم وعاودوا له يعني نفس هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة قال له لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. شنو معنى هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ معنى أنه أنتم ماشي ملائكة، إلا كنتي تبقى ديما على هذه الحالة غتكون ملك وغتولي تشوف الملائكة ويشوفوك وتسلم عليهم ويسلموا عليك، وأنت ماشي ملك، أنت إنسان. والله ابتلاك بالنسيان وابتلاك بالغفلة وابتلاك بأشياء. علاش ابتلاك بالنسيان وبالغفلة وبالشهوة وبالضعف؟ حتى تظهر حقيقتك. اش يقولوا المغاربة في المثل؟ يقول لك الكذاب نسيه وسولو، ولا لا؟ دابا الكذاب الا كان ما تينساش ما عمرك تحصلو، ولكن ما يمكنش انسان غينسى. تيقول لك مشينا وطلعنا هو تيكذب، ما غيعقلش على داك الشيء. دوز واحد المده تقول له كيفاش مشيتو داك النهار، يعاود لك قصه واحده اخرى، لان هذيك هي مالفها من راسو، ما كايناش في الواقع، نساها. هكا تيوقع للانسان. الله تبارك وتعالى خلقنا على هذه الصفه باش تنبانوا على حقيقتنا. فاش تجي داك الغفله وداك النسيان وداك السهو وداك الضعف وداك الشهوه تيبان تما تتبان انت، لانه كنتي ديما فرحان وعاجبك الحال ونشاط وديما تتحس بهذه الاحاسيس، ما عمرك تعصي الله ولا وقع منك شيء ابدا. ولكن المؤمن واخا تيكون حاس بالضيق وحاس براسو ماشي هو هذاك والامور ما غاداش، واخا هكاك تيطيع الله، واخا هكاك تيترك المعصيه، واخا هكاك تيوقف عند الحدود، هذا مؤمن. اما واحد اللي تيبغى يكون مؤمن هي فاش يكون ناشط، فاش يكون طالع له الدم ويدير المعصيه تقول له اش تدير؟ يقول لك واش هذا وقت هذا الشيء؟ كيفاش واش هذا وقت هذا الشيء؟ على انت تبقى تطيع الله فاش تكون بخير وعاجبك الحال وناشط مع راسك، هذا ماشي ايمان. الايمان راه في المنشط والمكره، في العسر واليسر، فيما تحب وما تكره. هادشي علاش خلقنا الله على هذه الصفه هذه. قال له ما يمكن تكونوا هكاك، ولكن ساعة وساعة. ساعة غتحس فيها إيمانك طالع وكذا، وساعة غتحس عاوتاني بالإيمان راه نزل
ساعة وساعة، وخصك أنت تتعامل مع هذه الساعة وتتعامل مع هذه الساعة. فاش تكون هذه الساعة تشكر، وفاش تكون هذه الساعة تصبر حتى يأتي أمر الله. ولذلك من دعاء المؤمنين حينما يدخلون الجنة اش يقولوا؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. معنى الحزن هو الحزن من طبيعة الدنيا، ما يمكنش تعيش الدنيا وما يصيبكش الحزن أبدا. لما تعيش في الدنيا ما يمكنش، لا بد يصيبك شيء من الحزن، ابتلاء. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فوقاش يمشي الحزن؟ فاش تدخلوا الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. ما تبقى لا أحزان ولا مخاوف. لكن الدنيا لا بد يصيبك شيء من هذه الأمور. شنو اللي تيعاونك؟ هو إيمانك بالله تبارك وتعالى. ولهذا الشاهد أنه قال: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ثم قال: ولا ريب أن هذا ابن القيم رحمه الله يقول: ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل. دابا الترتيب ديال الكلام: أول حاجة خاصك حضور القلب، تبعد من أسباب الغفلة، تكثر من الذكر. علاش؟ باش يولي فيك خلق المراقبة. هاد خلق المراقبة إلا ولا فيك غادي تذوق الحلاوة نتاع القرب من الله، غتذوق الحلاوة ديال الأنس بالله، ينشرح صدرك، تطمئن نفسك. إلا ذقتي هاد الحلاوة هذه حياة طيبة، هذه شبيهة بداكشي اللي تيكون عند أهل الجنة. هذا النعيم هذا إلا ذقتيه تيعاونك أنك تصبر في سيرك إلى الله. لأن أحيانا تشوف بعض المؤمنين وأهل الصلاح عبر التاريخ شي مواقف تتعجب أنت كيفاش داروا هاد ولاد الصبر ولاد الثبات، لأنهم ذاقوا، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. فهو ذاق، ما يمكنش يرجع للور. كيف لما سأل أبو سفيان، سول هرقل لما سأل أبا سفيان على المسلمين قال له: أيرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال له أبو سفيان: لا. هو يقول له هرقل: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. إذا دخل الإيمان القلب ما عاودش الإنسان يفرط فيه، لأنه ذاق وشاف الحلاوة. ولذلك قال: ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله. إلا ما تيحش بهذا الفرح ما عمرو حس به ولا ما عمرو قاع ذاقو، فليتهم إيمانه وأعماله. علاش؟ قال: فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. من خدا هو هذه الجملة هذه من الآيات اللي في سورة الحديد، أنه يوم القيامة المنافقون فاش تيمشيو فوق الصراط تيطفى لهم النور ديالهم وتيخاطبوا المؤمنين: انظرونا سينونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. أخليتي وراكم هذاك الشيء في الدنيا، رجعوا. هذا الشيء تيتقال لهم يوم القيامة، ما بقى رجوع. ما حنا في الدنيا مازال ممكن الرجوع. الإنسان فاق ولقى راسو قال: هاش هادشي تندير أنا ما عمري ذقت أنا شي حلاوة هذا الإيمان ولا عرفت شنو هو هذا الإيمان. خصو يرجع للور، يرجع يصحح، يحاسب نفسه، يصحح أخطاءه، يقوم اعوجاجه. ولذلك قال: فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته، فذكر الذوق وعلقه بالإيمان فقال: ذاق طعم الإيمان شكون؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق. اش يذوق الطعم؟ شنو؟ الإيمان. إذا الإيمان عنده ذوق،
وعنده طعم. إلا وحد الأمور بثلاثة وكلها مدارها على الإيمان، أن يرضى بالله ربا. ما معنى الرضا بالله ربا؟ ربوبية الله لك، تدبيره لشؤونك، فإن من ربوبيته سبحانه أنه خلقك ورزقك ويدبر أمرك، هذا كله دخل في الربوبية، وهو الذي يملكك ويملك ما تملك. إذا خصك ترضى بما قسم الله لك. علاش أنا طويل؟ كيفاش علاش أنا طويل؟ ارضى بما قسم. علاش أنا قصير؟ علاش أنا ما زوينش؟ كيفاش علاش ما زوينش؟ انت واش بعقلك ولا لا؟ حمد الله على داكشي اللي عطاك. انت واش عرفتي الخير فين كاين؟ اولا واحد زوين تيقول لك انا ما كاينش بحالي، ما محتاجش هو كاع العباده، استغنى عن الله، هذا ما رضي بما قسم الله له. لان الا رضى بما قسم الله له خصو يشكر الله على نعمه، وخصو يصبر اذا كان فيه شيء من البلاء. إذا رضي بالله ربا يعني رضي بقسمة الله في الخلقة ديالو، في الرزق ديالو، في العمل ديالو، الأشياء اللي هي قدر ما عندكش انت يد فيها، قدرها عليك الله تبارك وتعالى، ترضى. واللي ما رضاش بربوبية الله عمرو يذوق الطعم الإيمان، يبقى معذب دائما مزير ومريض وقلبه ضايق عليه، انا خصني نمشي للطبيب النفسي وانا خصني كذا وانا ما عنديش. اودي الله يهديك، واش انت راضي بداك الشيء اللي قسم الله؟ كيفاش وفلان وعلاش وانا وداك صافي صافي صافي، باين السبب من جاي الدقه. ارضى بالله ربا. ثم قال وبالاسلام دينا. هذا الرضا بالله ربا، هذا الحكم القدري ما عندنا فيه يد فيه، هذا الحكم الشرعي اللي هو الدين اللي تعبدنا الله به. فاش يقول لك الله هذه حرام ما تقولوش علاش، بزاف تا هذه حرام، ويقول لك الله هذه واجبه يقولوا نبقاو نديروا حنا هادشي كل نهار. لا تعترض على ربك، ترضى بالاسلام. شنو هو الاسلام؟ الاستسلام، سمعنا واطعنا. دابا شي واحد تيبدا يتناقش مع اللي خلقه، واش هو تيضر الله؟ الله غني علينا، تيضر غير راسو حيت هو ما رضاش بالاسلام دينا. ولو رضي بالإسلام دينا لنفع نفسه. الله عز وجل ما لا تضره معصيتنا. ثم قال وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يعني هذا الإسلام اللي هو الصلاة والصيام والزكاة والحج كي نديروا له من نبداوه، وماذا نؤخر فيه ونقدم؟ واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بهديه وسنته. ماشي هو دار بطريقه وانت دير بطريقه واحده اخرى، تقول لا انا بان لي هذه حسن ولا هذه فيها الخير ولا ما فيها باس. لا فيها الباس، الا خالفتي النبي صلى الله عليه وسلم كاين الباس، لان من رغب عن سنتي فليس مني. اذا الا رضى الانسان بهذو بثلاثه يجد طعم الايمان. الايمان هكا داير، والله الا لا حلو. واعلى منه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هادو بثلاثة الأول اللي قلنا غير ذاقة، غير يذوق، لكن باش يوجد الحلاوة قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فاللي حقق الإيمان غيذوق طعمه وغيذوق حلاوته، وإذا ذاق كان هذا الذوق من أسباب طمأنينته وسعادته، وهذا يعينه على الثبات على دين ربه سبحانه وتعالى. هذا الشيء كله شنو اللي تفيق في النفس؟ المراقبة، أن تعلم أن الله رقيب وأن الله شهيد، وتعيش بهذا المعنى، تعيش به، تتفيق، تتحس براسك وليتي حاضر راسك. واضح؟ لأنه دابا الإنسان خصو يفهم أن سعادته فين كاينة؟ فأن يولي هو رقيب على نفسه، حتى ما كاينش اللي غيحظيك، راه الحاضر هو الله.
إلا ما درتيش في نفسك بأن الحاضي هو الله، راه الله هو الرقيب هو الشاهد، مشيتي فيها. خصنا نبقاو حنا حاضيينك، لا ما ديرش، لا دير، لا وقف، لا جلس، لا هذه خايبة. ولا ما بقاوش الناس، ولا تغير الوضع ديالك، تغير واقعك، يفسدوا حالك. إذا ما تتعلقش بالأسباب، تعلق بمسبب الأسباب. دائما تستحضر أن الله تيشوفك. أنا ما تنديرش المعصية حيت الله تيشوفني، أنا تندير الطاعة حيت الله تيشوفني. فشنو تصلي؟ علاش أنت تتصلي؟ لأن الله تيشوفني ويحب مني الصلاة. هكا تيولي الإنسان يحيي قلبه ويعني يتدرج في مدارج الإيمان فيصل إلى هذه الغاية العظيمة. ولذلك قال بعض أهل العلم، وبذلك أختم، قال: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه. إذا درتي العمل وما شفتيش الأثر ديالو على نفسك، اتهم هذاك العمل. فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. تتصلي وتتصوم وتتصدق وتتكذا وما تتحش، ما كاينش واحد الذوق، واحد هذاك العمل راه مدخول. كاين نقص في الإخلاص، كاين شيء من الرياء، كاين شي حاجة مخالفة السنة، كاين شي حاجة تمك. فاجتهد في تصحيح العمل تجد أثر ذلك، لأن الله شكور. نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يذيقنا حلاوة الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.